السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكملة لفيديو المشتريات. هنكمل معاكم ان شاء الله. هبدأ بده عشان هو عاجبني برضو، الحاجة اللي بحبها. بحب ابدأ بيه. ده حامل فويل وستريتش ومناديل وايه وسلوتيب. هنا فويل، هنا استريتش، هنا مناديل، وهنا اللي هو هنا المناديل بس مناديل صغيرة، وهنا المناديل بتاعت الزيت، وهنا شايفين دي للاستريتش، لا مش الاستريتش، السولوتيب. بنسى الاسم. هنا لبكرة السولوتيب. طبعا هوريكم بيستخدم ازاي. هنا اهو في زرار هنا اهو، وزرار في الناحية التانية كمان. نتكوا عليهم كده، يتخلع ده كده، ونحطه بقى بكرة الفويل، بكرة الاستريتش. ده بيتخلع برضو كده. حطي فيها بكرة مناديل الزيت اللي انت بتمسحي بيها يعني، او ممكن تستخدميها زي فواطة. ماشي. وهنا اهي لبكرة الاستريتش بتتحط هنا ويتركب كده. السولوتيب، معلش يا جماعة انا بنسى كلمة السولوتيب دي. اهي حط البكرة ويطلع السولوتيب من هنا، وما تعوزي تقطعي اهي. دي قطعة السولوتيب اهي، مخربشة كده. ماشي. ده عجبني قوي. هو اسمه حامل ايه 5 في 1، لانه له 5 استخدامات. ماشي. طبعا هو بلازم دبل فيس اهو. ده بيتعمل برضه من ورا فيه. ماشي كده. وده هنا ده كان عرض بس ما عجبنيش، وكمان طلع مش على مقاس الحامل. طلع الحاجات اللي فيه مش على المقاس بتاعت الحامل اللي انا جبته. ده ورق زبدة وستريتش وفويل. ما عجبنيش خالص العرض ده، ولقيته حبات صغيرة جدا ملهاش اي لازمة، فقلت هستخدمه انا في البيت هنا، وابقى ايه ابقى اجيب لها هي بقى الحاجات كويسة. جبت بقى فوط المطبخ دي اهي، جبت لها 6 الوان جميلة جدا اهي. الوان عجباني قوي اهو. ماشي. وهنا جبت حامل المناديل بتاع الحمام اهو. اوريهولكوا برضه. ده شايفين ده بيبقى فيه المناديل بتاخدي منه، ده بيبقى تحت كده. هو فين من اوله من اخره؟ ايوه كده، تاخدي منه من المناديل من تحت. وهنا ايه رف تحطي عليه فاز او حاجه اهو، مثلا الفاز ده يتحط عليه كده مثلا. وهنا تحطي فرش، تحطي معجون سنان، تحطي اي حاجه ايه فيها ايه عينين اهي، تحطي فيها اي حاجه. برضو ده عاجبني قوي. وبرضو ايه بيتعلق على الحيطه. ودي سدادة بلاعة اهي. ودي شياطة. طبعا انا جايبة واحدة اهي، وجايبة كمان واحدة عشان المفروض اجيب 2. انا كنت هجيب واحدة بس رحت عند اختي اللي لسه متجوزة، لقيتها حاطة حاجة على البوتاجاز وحاطة تحتيها شياطة، وحاطة حاجة تانية على عين تانية وحاطة برضه تحتيها شياطة.
فاكتشفت ان احنا ايه المفروض يعني نجيبه 2، وبعدين هو سعرها مش غالي يعني، فعادي لما الواحد يجيب 2 أو 3 حتى. ده طقم مدخل، هو المفروض ان هو 6 قطع، فلقيت ده بيتباع 5 قطع بس، وقلت اجيبه لان هو يعني كتير قوي لما العروسه يعني تستخدم 6 قطع منخل، يعني ملوش اي لازمه. دي كوبايات كده اهي، كوبايات بتتفتح كده وتتقفل. جبت دول، جبت 3 برضه يعني اي حاجه وبتعدي. دول عياشات شكلهم عجبني قوي. ممكن بقى ايه يعني بدل ما تستخدمهم عياشات ممكن تستخدمهم منظمات، تحط فيهم ميك اب، تحط فيهم شربات، تحط يعني ممكن يستخدموا لحاجات كتيرة قوي، حاجات صغيرة كده تبقى يعتبروا ايه منظمات. وده حامل موبايل اللي هو شرط، تحط كده في الشرط ويتلزق فيه الموبايل من هنا. وده كفر غسالة اوتوماتيك، ده كفر رسومات، ده خامته عجباني جدا، هو لونه فاتح بس الخامة بتاعته حلوة قوي. وده كفر رسومات رمضان، ده بقى اللي خامته هو اللون حلو ورسومات حلوة بس الخامة مش كويسة. ليه بقى؟ لان هو مثلا هو متطبق اهو، انا بحسه ان هو بيتكسر من التطبيقة دي، بحس ان المشمع بتاعه بيتكسر من التطبيق اهو. اهو بصوا يعني، بصوا المشمع عمل ازاي، يا دوب هو لسه شاريه جديد اهو، شايفين متكسر ازاي. فانا مش عاجبني خالص ده اهو، يعني هو بيبوظ وهو متطبق من غير ما انت تيجي ناحيته. امال بقى لما تستخدميه اهو ملوش اي لازمه، مش عاجبني خالص خالص خالص. طيب وجبت بقى طبق الاستانلس ده، طبعا هجيب لها احجام كمان اكبر واصغر، بس ده تقيل وحلو اهو عاجبني. وجبت ايه تاني؟ جبت بلاستيكات. طبعا البلاستيكات انا جايباها من البلاستيكات الرخيصه. ليه بقى؟ لان انا ما بحبش اشتري البلاستيكات الغاليه، علشان البلاستيكات الغاليه بصراحه دي بتقع تتكسر، والبلاستيكه الغاليه بتقع تتكسر، يعني لو وقعت من ايدي هتتكسر، لو شلت فيها اي حاجه تقيله هتتكسر، سواء غاليه او رخيصه هتتكسر. فهي انا مش بحب اشتري بلاستيكات غاليه عشان كده، لان فعلا ده قبل كده اشتريت بلاستيكه غاليه ويا دوب قعدت معايا يومين وما لحقتش، فقلت لا هجيب بلاستيكات رخيصه مش جايبه بلاستيكات غاليه. ماشي. جبت لها البوله دي اهي، وجبت المصفى دي، جبت ايوه دي بقى، دي الدواره بتاعت التورته اللي بتعملي عليها التورته اهو. ده اهو بتلفي بتزيني التورته وانت حطاها عليها، هي واقفه اهي، تحطي التورته عليها وبتلفي ايه تزوقي عليها كده. دي جبتها هي كمان برضو اهي. وجبت جبت مانع اتربه برضو مش عاجبني خالص. جبت ده مانع الاتربه، ده بيتحط تحت عقب الباب، بيدخل كده بيبقى ايه الباب هنا في النص، وده مثلا جوه الاوضه وده بره الاوضه، عشان ايه؟ عشان يحوش مثلا الاتربه او اي حشرات تدخل ايه الاوضه. بس حاسه مش عملي يعني، ما جربتوش بس حاسه مش عملي. وما تنسونيش ان شاء الله في السبسكرايب والشير واللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.